السلام عليكم، معكم الشيف والد، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. اليوم إن شاء الله رجعت لكم بهاد الوصفة تاع نقدروا نقولوا لي براوني يكونوا شوية صغار دي مينياتور. الفوق ديكوريتهم لكم بديكور بزاف شباب. على بالي لو كان تدو زعما بوكس هدايا هدية ولا شي واحد يكون عنده انيفرسير ولا تعطولو بوكس كيما هدا سي بريزونطابل، ولا نحبوا تذوقوك شحال واحد ذوقوه بهادوما اللي بين براوني. على بالي راح يعجبوهم بالبزاف، والمقادير جد جد بسيطة. على بالي لو كان تجربوا هاد الوصفة راح تولوا تعتمدوا عليها. تبعوا معايا المقادير. اول حاجه نقولوا بسم الله. ديت هنايا في باماغي راح ندي 100 غرام تاع شوكولاته سوداء. تحبوا ديروا الشوكولاته بالحليب ديروا الشوكولاته بالحليب، مي انا نفضل شوكولاته سوداء. قسمتها بالموس جيدا باش تذوب لي تمتم. ضفت عليها 100 غرام تاع زبده. نحطها فوق باماغي ونخليهم يذوبوا لي حتى يذوبوا لي كامل هكذا. من جهه اخرى حكمت ريسيبيون درت فيه 3 حبات تاع البيض مع 60 غرام تاع السكر، ما يعادل جوج مغارف يكونوا كبار تاع السكر، رشه ديال الملح، شويه تاع لافاني على جريحة البيض. هذا ما كان. نحركهم جيدا بالفوي. هنايا ما تستعملوش الباتر، دو بريفيرونس ديروا غير بالفوي باش تجيكم الحالة سهلة. هذا ما كان. دوك هنايا نحرك جيدا بالفوي كيما راكم تلاحظوا معايا حتى يذوب لي هذاك السكر. هذا ما كان. كي يذوب لي هذاك السكر كانت من جهة أخرى ذابت لي هذيك الشوكولا مع الزبدة. نحطهم ديريكتومون فوقها فوق البيض هذاك هكذايا ديريكتومون. نحطهم فوق البيض كيما راكم تلاحظوا. شوفوا انا من بين الوصفات اللي نحبهم بالبزاف هادي لا روسيت تاع لي براوني. شغل يجو خفاف يجو طلايا. مام اي واحد في البيت صغير ولا كبير يحبوا الوصفه تاع لي براوني. شغل ما نبانش كيفاش نقدر نقول لكم حاجه خفيفه ماشي زعما حاجه ثقيله ولا. دونك هكذا زعما في الليل متلقاوش تاكلو تحطو في لابواط هذيك تجبدو حبات تشربو بها اتاي. ولا غير خير من تروحو تشريو شوكولا من برا ولا دو بريفيرونس. انا كرأي شخصي كي حركت جيدا ديك الشوكولا مع الزبدة. هنايا ندي زوج مغارف يكونوا مملوئين جيدا تاع فارينة. انا سميت فارينة سوسيمي. نغربلها توجو نقول لكم فارينة غربلوها باش تخرجوا لها كامل الهواء اللي يكون لداخل. ما يجوش فيها لي غريمو. دوك هنايا كي حركت الفارينة فوق الخليط تاعي كيف نعاود نحرك بالفوي حتى يولي الخليط تاعي متجانس. بعد نروح نحكم المول تاعي ولا الكاغي تاعي ولا اي مول كان عندكم تاع الكراتان ولا في الدار عندكم. انا كان عندي مول كاغي. دونك نقول لكم لي ديمونسيون تاعو. الطول تاعو هو مربع. صافي الاضلاع تاعو كامل متقايسه ماشي مستطيل مضلع. مربع. صافي هنايا الطول تاعو الضلع تاعو نقول لكم شحال 22 سنتيمتر والعرض 22 ولا ماشي مام با 22 20 20 سنتيمتر على 20 على 20. هذا هو. درت له بابي كويسون لتحت كامل باش ما يلصقليش. في لي كوتي تاع المول تحبوا ديروا شويه تاع زبده ورشوها بشويه تاع فرينه كيما المول تاع الكيك باش ما يلصق لكمش في لي كوتي. هذا ما كان. نزلته كامل كيما راكم تلاحظوا في المول تاعي. ونديرو يطيب لي في الفور يكون مسخن مسبقا على 180 درجة لمدة تتراوح بين ربع ساعة حتى لعشرين دقيقة. دونك سا ديبون كل واحد والفور ديالو راكو تعرفو كيفاش طيبوه. انا طيبتو 20 مينوت ماكسيموم، ما نحبش ينشف بزاف وما يقعدش طري بزاف. صافي نتوما روحوا له غير بالعقل. تقدروا تقولوا ربع ساعة كيما تقدروا تقولوا 20 دقيقة. من بعد غير ما تخرجوه من الفور خلوه يبرد لكم جيدا. تقدروا تقولوا 3 سوايع 4 سوايع في درجة حرارة الغرفة. خلوه يبرد، لازم يبرد هو باش تقسموه. بعد كي يبرد تقدروا 2 سوايع يكفي. يا 2 سوايع مليحة بالشوكولا ديروها من فوق في التزيين تقعد حكمة لا فورم هكذا. صافي كان واش درت. كي خليته برد لي جيدا نبدا نقسم فيه كما لاحظتوا معايا بالطول. وزن نقسم فيه به نقسمو بالعرض هكذايا مربعات يكونوا صغار. اللي يحب البراوني تاعو يكونوا مربعات كبار يدير مربعات كبار. انا يعجبوني هكذا مربعات صغار باش يجوني في البوكس هذيك اللي شفتوها معايا في بداية الفيديو. دونك انا كنت حنمدها باش يذوقوا. صافي درتها مربعات صغار باش يذوقوا كامل هكذا. صافي قسمتها ولقيته برد لي والداخل شوفوا في الداخل يقعد مويلو يقعد الداخل طري بزاف بنين. هذا البراوني غير جربوا الوصفة هذه. من فوق كتزيين تحبوا ديروا شوكولاته ختيني نورمال سوداء هذيك ولا. انا درت هذه شوكولاته ختيني اللي تجي هذا اللون تاعها. درتها من الفوق في لابوش فتحتها شويه رقيق لابوش هذيك باش يجوا لي زيكزاك شابين. هذا ما كان. نبدا ندير لي زيكزاك من الفوق كامل نخليهم بلي زيكزاك. بعد الديكور يقعد لكم ليكم.
فوالا هنايا كملتهم كامل، درت لهم شوية تاع البيسطاش من الفوقا، وكاينين ندير لهم شوية جوز من الفوقا، ولا عندكم لي نوازيت ولا عندكم جوز. دونك لا ديكوراسيون او شوا، كل واحد كيفاش يحب يدير الديكور ديالو. دوك انا نكملهم كامل بنفس الطريقة، نجيب البوكس ديالي نستفهم كامل داخل البوكس، تحبوا ديروهم في لي كيسات صغار ديروهم في لي كيسات صغار، اذا ما عندكمش لي كيسات صغار ديروهم ديريكتومون كيما درتهم انايا في البوكس اللي شريتو. هكذا نكمل نستفهم كامل داخل البوكس كما راكم تلاحظوا، ونقدمهم وهذه هي بصحتكم. باش نقول لكم حاجة بزاف بسيطة، يقدر أي واحد في البيت يجرب هاد الوصفة تاع لي براوني. ما ياخدوش الوقت بزاف، وتاني كتجو بريزونطابل. شوفوا كي استفهم بيستاش جوز بيستاش جوز. البيستاش كان عندي كمية قليلة في الدار، ما نقولكمش ما كان عندي بزاف ولا سي جوست لا ديكوراسيون، هذا ما كان ريحتو شوية خشين، وحبة تاع الجوز من الفوقا تاني كتجي مليحة. هذه هي. دوك شو نقول لكم، غير جربوا لي هاد الوصفة صح، ولا ما جربتوهاش صح راكم تراطيو. ونقول لكم اي وصفة تحقوها من عندي قولوا لي في لي كومونتير. او جاي رمضان باذن الله ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا، راح ندير لكم واحد الوصفات نتوما وتحيروا كيفاش خادمين. ايا تهلاو.